الاسماعيلي يقدم مباراة تاريخية والحرس يبدع و3-2. المباراة اللي ما كناش عايزينها تنتهي اساسا. احنا كنا عايزين نتفرج على الشوطة الثانية امتد اكتر من كده. على فكرة هو الاسماعيلي قدم كرة كويسة، بس السبب ان هو قدم كرة كويسة مش الثلاث اجوان، مش ان الحرس كان فايق، ان هو اعتمد على الوجوه اللي عايزة تثبت نفسها. لما قعد على الدكة احمد علي، لما قعد على الدكة معتصم سالم، قدر ان هو يجرب وجوه جديدة. هو بيلعب بجدون النهارده من اول الماتش، بيلعب مع محمد محسن ابو جريشة اللي هو كان يعني محمد محسن ابو جريشة الفترة اللي فاتت خلي بالك يا عبد الناصر، هو كان خلاص رايح بتروجيت. خلاص انا كنت اعرفه ان هو كان رايح بتروجيت محسن ابو جريشة. يعني انا شفت النهارده محسن بيلعب من اول الماتش بيهدف. شفت النادي الاسماعيلي عنده روح قتاليه. يعني في الدقيقه 75 بيجي فيه الجون الثاني التعادل 2-2 بتاع احمد عبد الغني. بلاقي الاسماعيلي لحد اخر دقيقه بيقاتل، بيجيب في الدقيقه 81 او 80 جون الفوز اللي هو جابه معتصم سالم. حتى لما الراجل فوتا رجع يلعب بالعناصر الاساسيه بتاعته، لما نزل احمد علي في الشوط الثاني ونزل معتصم سالم. لا كمان انا عاجبني عوده محمد محسن. يعني محمد محسن كان احد نجوم هذه المباراه. ما هو بالظبط لما تديله من اول الماتش. خلي بالك ان محسن ابو جريشه من اللعيبه اللي هي ما ينفعش تنزلها في الشوط الثاني. ده لاعب لازم يبتدي زي احمد جعفر كده في الزمالك. ما ينفعش تنزله الشوط الثاني، لازم تنزله من اول ماتش. ده بياخد له نص ساعه قبل ما يسخن. يكون الماتش خلص، فلازم من اول ماتش يلعب. بالظبط كده انا شايف هدف رائع رائع بالظبط. لا على فكره يعني لا كمان عارف الروعه. انا بتفق مع الاستاذ حسن في حاجه، هو اللي عمل الكره من نص الملعب وقطع بشكل هايل واستقبل صح وراح في المكان وشاط. والحرس قدم وعاد من بعيد بشكل رائع بصراحه. بحيي الكابتن طارق العشري. يعني ده الهدف التعادل احمد عبد الغني. ومعتصم سالم جاب هدف تاريخي بالظبط. يعني. بص يا استاذ عبد الناصر، لما تشوف الجونين الهيد في سواء من فرقه حرس الحدود او من نادي الاسماعيلي، تلاقي الاثنين احلى من بعض. خلي بالك هي دي جمله. يعني الجون بتاع احمد عبد الغني جمله، لكن الجونين بتوع الهيد الجونين اروع من بعض، اللي هو جون معتصم سالم والجون الاولاني نادي حرس الحدود. لازم هم دول افضل شيء. لكن انا عايز اقوله ان فوز الاسماعيلي وفي نفس الوقت تعادل نادي الزمالك هو اللي عمل شكل منافسه للدوري دلوقتي. نادي الزمالك 32 بونت، النادي الاسماعيلي وصل 29 بونت. احنا بنشوف النادي الاسماعيلي دلوقتي دخل منافسه بقوه. على حسب نتيجه ماتش الاهلي النهارده ممكن نقدر انفعال غير عادي للمعتصم سالم طبعا. يعني بيعبر على ان انا موجود يا جماعه، مش بجيب اهداف في نفسي بس. يعني كان هدف رد اعتبار لي بالظبط. لا في حاجتين يا استاذ عبد الناصر يعني لازم مهمين في دقيقه. ان الاثنين احمد علي خلاص هو هيروح الهلال السعودي 800,000 يورو خلاص 6 شهور. معتصم سالم الاثنين بره الفرقه. الاثنين اللي عملوا شكل الفرقه في الشوط الثاني وعملوا اداء كويس. قاعد خلاص. ما هم انا بقول لك الاثنين يعني معتصم سالم طول شهر واحد ده كله هو بره المنتخب. طول شهر واحد ده كله الراجل بره النادي الاسماعيلي. احمد علي بقى له اسبوع دلوقتي بيأهب نفسه ان هو بره الاسماعيلي. لكن الاثنين هم اللي بيعملوا شكل الفرقه، بيكسبوا الفرقه دلوقتي. يبقى لازم الاسماعيلي يحافظ على نجومه اذا كان عايز ينافس.